هاي جايز، شلونكم؟ زينين الحمد لله. ادري من زمان ما صورت فيديو ولا شيء، لان اوريدي كان علي امتحان الشهر اللي فات. كان علي امتحانات فاينل، وتدرون يعني في مواد كثير، يعني بالعاشر مواد علمية ومواد أدبية مع بعض كلهم، ومخالطين الأمور، يعني المواد العلمية وراها مواد أدبية ومن هذا الكلام. المهم الله يوفقنا ويوفق الجميع. المهم yes everybody، والله I miss you so much. أدري ضعفت وشعري طول، فإنه أنا حاطة هذا علشان أخفي ال الكشة اللي موجودة داخلها، لأنه أنا من قبل شوي قمت من النوم. وطبعا مثل ما انتم شفتوا الفيديو اللي ماما نزلته، ماما كانت تعبانة وكانت جاية من الدوام، حصل لها شغلة، يعني مو اللي حصل لها شغلة، انه هي تعبت، ما اعرف كيف افهمها، بس انه هي تعبت، ولكن الحمد لله الحين صارت شوية. فانه yes everybody، الله يشفيها ويشفي جميع المسلمين. فانه everybody. طبعا انا قمت اليوم الصبح، امس انا ما ادري شلون، يعني رجعنا من المستشفى، سويت الاكل، سويت كل شيء يعني، ونظفت البيت ورتبته وجي، يعني حتى ماما اليوم لما قامت الصبح قالت لي واو بنتي لما تنظفين انه يس ادري سوالفي تصدع كثير، بس انه يلا ما عليه، انا ما عندي شيء اقوله صراحة. فانه yes everybody. طبعا الشهادة انا لسه ما جبتها، بس انه ان شاء الله يا رب يعني يكون يعني على الاقل شيء جايبته حلو، رغم ان انا عارفة الانجليزي هو اللي رافعني، لانه يعني امتحان الانجليزي كان كثير سهل. فانه yes everybody. وطبعا على حظي النحس كثير، انه اليوم الثاني او اليوم الثالث، يعني اول ما دخلنا للسنة، طبعا هابي نيو يير جايز. فانه اول ما دخلنا للسنة، اللي الموضوع اللي جد زعلني انه الانترنت حقي خلص، يا ربي ليش؟ فانه yes everybody. كنت يعني قبل ما ماما تروح من الدوام احمل فيديوهات يوتيوب، احملهم عندي في برنامج احمله، ومرات هيك اقعد اسمع القصص هذه وانظف البيت، وهيك مرات افتح PS4. في العاب يعني انه مو حقت انترنت، يعني ما يحتاج لها انترنت، مثل اي فوتبول، ويعني GTA، يعني اوف لاين، هذول الالعاب تقدرين تلعبينهم. فانه yes everybody بقعد عليهم شوية هيك مرة انظف. المهم فانه everybody. طبعا امس انا حرفيا تعبت في البيت وانا قاعدة انظفه، يعني من اول ما رجعنا من المستشفى، يعني قلة لأنه كنت أنظف، شطبت البيت كذي، كان حرفيا في غبار وايد في البيت. فإنه يس إذا سامعين أصوات يعني من برا، لأنه أنا فاتحة الفدريش قبل البيت يتهوى شوية. فإنه that's why everybody. وطبعا غيرت مكان PS4، خليته إنه الكنبي هني والتلفزيون هني. فإنه yes everybody هذا هو. وطبعا كنت قاعدة جعت، فإنه في أكل كان باقي بالمطبخ، فإنه رحت خذيت شي شباتي، ما أدري أنتم شنو بتسموا الشباتي عندكم بالمغرب، ولكن هذا كثير حلو. فإنه yes everybody. وكان باقي في أتاي اللي هو شاي مغربي، فإنه شربتهم وشي، وقعدت قلت خليني ألعب اي فوتبول يعني شوية. فإنه تذكرت خليني أصور فيديو يعني أسلم عليكم من ذا الكلام. فإنه everybody. طبعا السنة اللي فاتت تعلمت فيها كثير أشياء، إنه واو يا إلهي، وفي كثير أغلاط كنت مسويتها بالسنة اللي فاتت، بس الحمد لله تصلحت. فإنه yes everybody، اتعلموا من أخطائكم. بعد اليوم يعني صليت هيك، انتظمت بالصلاة، يعني إن شاء الله يا رب كل أحد ينتظم بصلاته، لأنه من بعد ما صليت حرفيا ارتحت. إنه أوكي أنا زمان كنت بصلي كثير، ولكن شفت لما تتعرفوا على أصحاب بالسوق ومن ذا الكلام، فإنه خلاص عقلكم بينشغل عن دينكم صراحة.
فإنه يب everybody يعني ديروا بالكم، اختاروا الأصحاب الصح، وحافظوا على دينكم. ومن هذا الكلام اللي كيني ميني يلا تعالي نسوي شيء، لا، هذا بعده منه جايز، هذا ما يجيب إلا البلا صراحة. والحمد لله أنا مو اللي لا ما أقدر أقولها يعني. فإنه yes everybody انتبهوا كثير، لأنه الحين فترة مراهقة، ولازم إنه بهذه الفترة إنكم تكونوا يعني أوكي عارفين الشغلات هذول اللي مو زينة. وإذا قال لك أحد جربي يلا وكذي تعالي وما أدري شنو، لا قولي لا، أنا بخاف على سمعتي. إذا أنتم ما بتخافوا على سمعتكم أنا مالي شغل فيكم. فإنه yes everybody اهتموا بنفسكم. ويب طبعا حاليا الساعة قربت تصير 2، ما أدري إذا قريتوها صح، بس إنه الحين الساعة 1:30 يعني كذي. فإنه والجو اليوم كثير يعني أتوقع يعني حلو، بس إنه حرفيا برد 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 حيل. وأنا حرفيا اللي مشتية فوق ومصيفة تحت، إنه لابسة شورت تحت وسوكس طويل اللي هو حق أديداس، ولابسة بلوفر. فإنه فإنه يب everybody أدري ضعفت كثير صراحة، بس إنه يب كنت متنانة شوية أيام المدرسة، بس إنه الحين ضعفت ما أدري ليش، بس إنه yes everybody. فإنه يب everybody طبعا اشربوا ماي، لأنه اللي صار الماما كله من سبت إنها ما بتشرب الماي. فإنه اشربوا الماي، حافظوا على كلاويكم، لأنه الماي يعني لازم اشربوه. أنا بحب الماي كثير. بالصف حرفيا قاعدة أقول للأبلة أبي أروح الحمام، ما بتخليني بقولها عندي ظروف خاصة. حرفيا هذه الظروف الخاصة دائما أقولها، إن حتى الأبلة بتقولي أنت كل يوم عندك ظروف خاصة خلاص يعني. بس إنه يب everybody اشربوا ماي. الماي زينة شنو الماي يعني صحية وشي، يعني بتحافظ على يعني بتحافظ على نفسكم، وكمان في منها فوائد كثير، انكم تقليل الوزن. ما ادري اذا كان صح، بس انه انا قريت عنها. فانه يب صراحة everybody بهذه السنة الدراسية انه بصف 10 حرفيا انه انا راكبت علي دروس كثيرة، وانا تعلمت درس اني ما اراكم علي ولا شيء، وادرس الامتحانات القصيرة. لأنه مرات كنت أستهين، لا أنا عارفة هذا الشرح الدرس، بالأخير لما يجيني الامتحان اللي أنا فاهمة بس مو عارفة شنو أكتب. فإنه يب everybody ادرسوا الدروس بوقتها، حافظوا يعني على عقلكم بالدراسة، لأن عقلكم حرفيا راح يطير من كمية المواد اللي عليكم. فإنه يب everybody اهتموا بدراستكم، لأنه هذا ثانوي لا تستهينون فيه. أنا لازم أسمع نفسي هذا الكلام، بس الترم الثاني جد أنا لازم أشد حيلي، كلنا لازم نشد حيلنا. بعد ما أخلص درس من المدرسة أرجع يلا أفتح على ميسرة أو مياسر، ما أدري صراحة اسمه، ولكن صراحة شرحه كثير حلو. ما أدري، بس إنه مخططة إنه هذا الترم أشتري مذكرات علشان يب خليهم عندي الفاينل أدرس منهم وشي يعني. وميسرة كثير حلو، ما أدري إذا هذا اسمه صراحة، بس إنه شفت له لايف بامتحان الكيمياء صراحة جد لايفه كان أسطوري، وجانا من هذا بالامتحان جانا منه. فإنه يب everybody، بس إنه في يوتيوبرز ثانيين يعني. فإنه يب اقدر اشوف. انا للحين مو عارفه اذا هو بينزل فيديوهات شرح الدروس جي ولا ما ادري صراحه، بس انه يب everybody اهتموا بدراستكم. ويعني اهم شيء الدراسه صراحه، هي اللي بتحدد مستقبلكم، واكثر شيء ثانوي هذا لا تستهينون فيه، انه ثانوي نفس متوسط وما ادري شنو. لا، انا اول ما شفت شهاده صحباتي انصدمت، قلت لهم شنو هذا؟ شنو انه شنو هذا؟ قالوا لي أميمة لا تراكمين تكفى. وكلهم حرفيا انه او ماي جاد. فانه يب everybody سوالفي متضاربة مع بعض، بس انه ما اعرف شنو اقول. انه
المهم بقول لكم بشغله صارت عندي بالمدرسه، يعني ثاني يوم امتحانات فاينل. طبعا المدرسه كانوا حاطين انه لا تجيبون تليفوناتكم من ذا الكلام وممنوع، يعني هذيك اللسته حقت الاوامر. اليوم الاول ما سووا تفتيش، وانا قلت شكلهم نسوا عن التفتيش وما ادري شو، خلاص خليني اجيب اليوم الثاني. اليوم الثاني كل احد جاب تليفوناته، وبعد ما خلصت من الامتحانات يعني حطينا جنطة عادي، الثقة عمياء، واللي حاطة استغفر الله يعني واللي حاطها بجنطتها، واللي حاطة تليفونها والراوتر وتليفونين وثلاث تليفونات. فجأة شنو خدوا كلهم هذول الجنط، وانا على حظي اللي مو حلو جبت تليفوني. فانه حطوا عندهم عند المديرة، جتنا الاخصائية واحنا طالعين قالت بنات اللي جايب تليفونه وما ادري شنو اللي ما يلقى جنطته يروح عند المديرة. المهم انا ما لقيت جنطتي، وصاحبتي ما لقت جنطتها، وصاحبتي الثانية ما لقت جنطتها. قالت لي ويلي امي شنو بتسوي فيني، وانا امي شنو بتسوي فيني، لانه ماما قالت لي لا تاخذي معك التليفون، لا تروحي بالتليفون. المهم فانه انا شنو سويت، رحت للمديرة، تكفى يا مديرة اعطيني جنطتي وتكفى. المهم قالت انا بعطيك الجنطة بس انه التليفون جيبيه، وانا كنت جايبة معي الراوتر. الابلة قالت الراوتر ما راح اخذه منك، راح اخلي التليفون، راح اخذ التليفون والراوتر خذيه. المهم انا قاعد افرح ولا ابكي حرفيا شي كان وضعي. وصاحباتي كلهم يا ليل الليل احنا ما نبي ندخل، وفي بنات اللي ما يبون يدخلون لانه جايبين اللي فانه كذي توهقوا. المهم انا وصاحبتي، انا رحت البيت صاحبتي عشان اكلم ماما بتسفل فيني، يا ما ادري شنو وليش وما ادري شنو، انا تعبت وخلاص. قلت لها خلاص ماما اوكي. وصاحباتي كلهم قدامي كلهم بيقولوا لي الدمعة شوية وتنزل، بس انتي قوية انتي حلوة المهم فانه يس everybody. بعدها ايش سويت، لقيت صاحبتي جايبة من الشارع، قلت لها انتي وين امك؟ انا فكرتها امها، قالت لي امي مرضت، وقالت لي انا مالي شغل فيكي ولقيت لي بالشارع. قلت لها تكفى وما ادري شنو. قلت لها خلاص اذا هذه الام اللي انت جبتيها من الشارع بتصير امي علشان تتوسط لنا. رحت للاخصائي للمديره انا وياه والام هذيك الثانيه، قلت لها تكفى يا خالتي توسطي لي وما ادري شنو. قالت لي خلاص اوكي يلا ابشري ما عليه. المهم رحت للمديره وكذي يعني قعدت عليها مرة ثانية وتكفى وماما عصبية وماما ما ترضى، كبيت العفش عندها وهي قاعدة تطنز علي تقول لي تكفى وانا يا تكفى كان اشكال الضحك، لا حرفيا نزلت دموع عندها اللي انا ما انزلها عند ولا احد الا ماما انه ليش. المهم بعدين لقيت ذيك الام قالت لي خلاص طيب روحي انت اسالي ابله ذيك المديره، كنت بقول اسمها. المهم روحي اسالي المديره، وانا راح اكتب للثانيه تعهد علشان ما تجيب التليفون. المهم رحت دخلت قلت لها تكفى عادي وهي راضيه وشي. قالت لي خلاص تم عادي، لانه حزنت لما انا بكيت. فانه رحت للاخصائيه مشرفتها وبايمه ما ادري شنو. المهم فانه بعدين قلت لها يا ابله اكتبي لي تعهد، لانه ابله المديره رضت. امبي انا ايش فيني جي مدرعمه بيقول اسمها، حقد عليها حقد هذيك المديره. المهم فانه ايش everybody قلت للمرة تكتب لي، وكتبت لي جد وكذي، وانا وصاحبتي نسلم عليها وشكرا وصاحبتي باست لها راسها وانا بستها وشي، ويلا شكرا خالتي والله جزاك الله خير والله بدعي لك وما ادري شنو. فانه بعدين رحنا لأبلة عز قلنا لها هما، واخر مرة نجيب التليفون خلاص عاد ذيك المرة خلاص جد انا وصاحبتي توبنا يعني انه في واحدة حرفيا ذكية كثير حاطة تليفونها عند البقالة، يعني حاطة الجنطة بكبرها عند البقالة، قال ميانة على الآخر، شوف تليفون مال أنا حطه عندك كذي حرفيا، إنه بينهم ميانة. فإنه
انه انا ليش ما حطيته عند البقالة. المهم فانه يب everybody كل شيء صار تمام. خذينا التليفون انا وياه فرحانه، نزغرط. صحباتي اللي كانوا واقفين جنبي حرفيا بذاك اليوم عرفت مين اللي صاحبي ومين اللي مش صاحبتي. انه في بنات حرفيا وقفوا علي قال امهاتهم احنا راح نقعدوا مع صاحبتنا لين ما تاخذ التليفون. يعني هيك حتى صاحبتي قالت لي انا راح احاول اجيب امي من ذا الكلام، ولكن يعني انه ما زبط الموضوع. فانه يب everybody حرفيا يعني تعلقت باصحابي هذول اللي كانوا واقفين معي، وصاحبتي الثانيه يعني لو ما هي ولو ما دموعها اللي دمعتهم عند المرأة انا وياها خلاص بالهوا سوا. كنت راجعه للبيت راح اكل طقتين جي. المهم لا تجيبوا تليفوناتكم للمدرسه خاصه امتحانات الفاينل. المهم everybody يب ادري سوالفي بتصدع، سوالفي يعني موضوع هني يعني مش عارفه كيف جمعتهم مع بعض وحطيتهم في فيديو واحد. المهم everybody فطبعا هذا هو الفيديو تبعنا. اذا عجبكم حطوا لايك. المهم يلا باي see you tomorrow. اتوقع يب tomorrow راح احط فيديو. فانه يب everybody باي باي.